معكم ضياء من قناة ذا سمارت بورد. اليوم رجعت لكم بالدرس الرابع الوحدة الثالثة الفصل الأول للصف السابع منهج الإمارات. الدرس هو ضرب الأعداد الصحيحة. عملت لكم فيه ملخص كتير حلو وبسيط، يلا خليكم معي. يلا بسم الله شباب، ركزوا معي. الدرس إن شاء الله بيخلص بأقل من 10 دقايق. الدرس كتير بسيط، ضرب الأعداد الصحيحة. مثل ما نحن أخذنا الطرح وأخذنا كمان الجمع، اليوم حناخد الضرب. الضرب كتير سهل. أول شي بدنا نعرف 3 نقاط مهمة. أول نقطة الموجب، ضرب الموجب حيطلع لنا موجب، تمام؟ يعني إذا ضربنا عدد موجب بعدد موجب أكيد حيطلع الناتج موجب، تمام؟ هي أول نقطة. النقطة الثانية نحن بدنا نعرف إنه السالب دائما أقوى من الموجب، تمام؟ كيف يعني؟ يعني إذا ضربنا الموجب ضرب السالب الناتج حيكون سالب. ليش؟ هيك القاعدة، ما فينا نقول ليش. يعني الموجب ضرب السالب حيطلع معنا سالب دائما. واخر نقطة هي السالب ضرب السالب حيطلع معنا موجب، تمام؟ نحن هلا تعلمنا انه موجب ضرب موجب حيطلع موجب، تمام؟ الموجب ضرب السالب حيطلع سالب، والسالب ضرب السالب حيطلع موجب. يعني انا عملت لكم هون ملخص نقطتين. اذا كان نفس الاشارة نضع موجب، يعني إذا كانوا 2 موجبين منحط موجب، إذا كانوا 2 سالبين منحط موجب. شفتوا؟ إذا كانت نفس الإشارة نضع موجب، إذا كانت عكس الإشارة نضع سالب. كيف يعني؟ يعني هون موجب وسالب ضربناهم ببعض، عكس الإشارة واحد موجب وواحد سالب فطلعت سالب، تمام؟ عملت لكم شوية أسئلة، خلينا ناخذ المثال A نبلش فيه. 9 ضرب سالب 2، تمام؟ فالتسعة موجبة، السالب 2 سالبة. شو اتفقنا؟ موجب ضرب سالب سالب. ليش؟ لأنه عكس الإشارة. شوفي، 9 موجبة 2 سالبة، فشو بنعمل؟ بنحط الإشارة سالبة لأنه عكس الإشارة موجب وسالب. 9 ضرب 2 18 بكل بساطة. هلأ عنا ب سالب 7 ضرب 4. مثل ما لكم شايفين السبعة إشارتها سالب والأربعة إشارتها موجب، فلقيناهن عكس الإشارة بنحط سالب الإشارة لأنه عكسها، لأنه عكس الإشارة يعني سالب وموجب، تمام؟ وسبعة ضرب 4 28. هلأ عنا سي سالب 12 ضرب سالب 4. هون لو لاحظتوا هون في سالب وهون في سالب، هدول نفس الإشارة، ومثل ما اتفقنا إذا نفس الإشارة بنحطها موجب، تمام؟ هيك القاعدة، بنحطها موجب. و12 ضرب 4 حيطلع معنا 48، صح؟ تمام؟ هلأ عنا خلينا بهاد دي سالب 5 للتربيع. كلياتنا بنعرف انه التربيع هو ضرب العدد بنفسه، تمام؟ كم مرة؟ مرتين، لانه هون عنا رقم 2، تمام؟ فهي بالحقيقة هي سالب 5 ضرب سالب 5، تمام؟ نحن جزأنا هي لقسمين اللي هي سالب 5 ضرب سالب 5. ومثل ما لنا شايفين هون في سالب وهون في سالب، فإذا قلنا نفس الإشارة، إذا كانت نفس الإشارة فبنحطها موجب. والخمسة ضرب 5 25 بكل بساطة. هلا عنا السؤال إي سالب 7 ضرب سالب 5 ضرب سالب 3. مثل ما تعلمنا بالمعادلات السابقة ناخد من اليسار لليمين، ناخد أول رقمين سالب 7 ضرب السالب 5، لقيناهم نفس الإشارة الاثنين سالبين فبنحطها موجب، لأنه إذا نفس الإشارة بنحطها موجب، تمام؟ إذا عنا فرضا سالب ضرب سالب مثل هون، أو موجب ضرب موجب مثل هون، فحتطلع الناتج بالإشارة الموجبة، فمنحط موجب، نصلح هي، نحط موجب. وسبعة ضرب 5 35. هلأ مننزل هاد مثل ما هو ضرب سالب 3، فمنحط 35 ضرب سالب 3. الإشارة هون موجب وهون سالب، نحن قلنا إنه السالب أقوى من الموجب، أو فينا نقول كمان إنه السالب عكس الإشارة، هون في موجب هون في سالب، فبنحط إشارة سالب. وال35 ضرب 3 بنحلها يا إما على الآلة الحاسبة يا بهي الطريقة. 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 3 9، زائد 1 10، فبيطلع معنا الجواب 105، طبعا سالب 105. هون عنا السؤال الثاني سالب 3 أس 3. سالب 3 أس 3 هي بالحقيقة سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3، تمام؟ لأنه هي 3 مرات بنضرب العدد بنفسه 3 مرات. فهلا صار عنا 3 سالب 3 بنضربهم مع بعض. بناخد بنبلش من اليسار لليمين. سالب 3 ضرب السالب 3 لقيناهم الاثنين سالبين فبنحطها موجب الإشارة،
هي أولا تطلع موجب، والثلاثة ضرب 3 9. هلأ بننزل السالب 3 الأخيرة مثل ما هي سالب 3. تمام. حيطلع معنا الجواب. أول شي بنشوف الإشارة شو هي. هون عنا الإشارة موجبة وهون عنا الإشارة سالبة، فبكل بساطة لقينا الإشارات مختلفين فبنحط إشارة سالب. والتسعة ضرب 3 27. تمام. هون عنا 21. سؤال 21. سالب 5 ضرب سالب 1 ضرب سالب 9. مثل ما اتفقنا بنبلش من اليسار لليمين، بناخد أول رقمين. هون عنا الرقم سالب 5 والسالب 1 لقيناهم نفس الإشارة فبتطلع عنا الإشارة موجبة. والخمسة ضرب 1 5. هلأ بننزل السالب 9 مثل ما هي ضرب موجب 5. أول شي بنشوف شو الإشارة، شو حتطلع ناتج الإشارة. هون موجب وهون سالب، فبكل بساطة بنقول إنه السالب أقوى من الموجب فبنحطها، أو بنقول الموجب والسالب إشارات مختلفة فحيطلع معنا الجواب سالب. والخمسة ضرب 9 حيطلع معنا 45. تمام. هون عنا سالب 4 ضرب سالب 3 ضرب سالب 1. نبلش من اليسار لليمين. السالب 4 ضرب السالب 3 لقيناهم الاثنين سالبين، شو بنعمل؟ نحط لي إشارة موجبة. الأربعة ضرب 3 12. هلأ بننزل هاد مثل ما هو حيطلع معنا سالب 1 بننزله هون. هلأ عنا موجب 12 ضرب سالب 1. بنشوف مين أقوى. نحن قلنا إنه السالب أقوى فبنحطها هون. وال12 ضرب 1 12 بكل بساطة. هلا هون عنا سؤال كتابي. المعرفة المالية. تمتلك عبير 100 سهم من الأصول المحددة. افترض أن سعر الأصل قد هبط بمعدل 3 درهم لكل سهم. انتبهوا، قال قد هبط بمعدل 3 درهم. قد هبط يعني قل، يعني سالب 3 هي منحطة. اكتب تعبير ضرب لإيجاد التغير في استثمارات عبير. وضح إجابتك. تمام. أول شيء قلنا تمتلك عبير 100 سهم فبنحط 100 سهم، هي 100. تمام. بعدين قلنا قد هبط بمعدل سالب 3 فنحن بنحط هون سالب 3. اكتب تعبير ضرب، بده تعبير ضرب فنحن بنعمل هيك. فينا يا اما نخلي الضرب يا اما نشيلها لانه الاقواس بتعبر عن الضرب، بس انا للتوضيح رح خليها هون. وبده بس الاجابة فنحن بنضرب 100 ضرب السالب 3. تمام. فبيطلع معنا الجواب. اول شي المية إشارتها موجب والثلاثة إشارتها سالب مثل ما لكم شايفين هون. فنحن بنعرف إنه السالب أقوى، أو بنقول إنه إشارات مختلفة فبنحط إشارة السالب. و100 ضرب 3 بيطلع معنا 300. هون عنا ملاحظة أخيرة ليكمل معنا كل أفكار الدرس. عنا إذا كان الأس فردي تكون الإشارة سالبة. كيف يعني؟ يعني عنا هون هذا التمرين سالب 4 أس 3. مثل ما لكم شايفين هون الأس شبه فردي. تمام. الأس هون فردي فبتكون إشارة الناتج سالبة. ليش؟ لأنه هي بالحقيقة السالب 4 أس 3 هي سالب 4 ضرب سالب 4 ضرب سالب 4. فنحن وقت نضرب السالب بالسالب حيطلع معنا الإشارة موجبة، وقت نرجع نضربها بالسالب شو رح تطلع؟ الإشارة سالبة. تمام. فنحن مشان ما نقول كل هذا الحكي اختصرناها بفكرة انه الأس دائما اذا كان فردي تكون الإشارة سالبة. كيف يعني فردي؟ يعني 3 5 7 9 الأرقام الفردية. إذا كانت أس يعني إذا كان الأس فردي فحيطلع معنا الناتج سالب. أما إذا كان الأس زوجي تمام فحيطلع معنا الإشارة موجبة. كيف يعني؟ مثلا عنا نفس هذا الناتج، نفس هي المعادلة عفوا، بس مثلا سالب 4 أس 2. تمام. فهي بالحقيقة سالب 4 أس 2 هي سالب 4 ضرب سالب 4. فنحن لو ضربناها مع بعض حيطلع معنا الجواب موجب 16. تمام. فطلع معنا الإشارة موجبة. تمام. وهذا كمان بينطبق على كل الأعداد الزوجية، يعني 2 4 6 8 10 إلى ما لا نهاية طبعا. بس هي كانت آخر فكرة. عنا آخر سؤال لليوم، سؤال كلامي كمان. يتسبب جرف الأمواج في انحسار أحد السواحل المحددة بمعدل 3 سنتيمتر كل عام. تمام. ويحدث ذلك بدون انقطاع لمدة 8 أعوام. يعني عنا 3 سنتيمتر شو بيصير فيها؟ تنحسر، يعني بتقل المساحة. تمام. فنحن فينا نقول سالب 3 ويحدث ذلك بدون انقطاع لمدة 8 أعوام، يعني ضرب 8 بس منحلها
مثل ما تعلمنا. هون عنا إشارة سالب، هون عنا إشارة موجب، فحيطلع معنا الجواب الإشارة تبع الجواب سالبة. ليش؟ لأنه قلنا السالب أكبر من الموجب، أو فينا نقول كمان بطريقة علمية أكتر أو صحيحة أكتر إنه لقينا عكس الإشارات، يعني هون إشارة سالبة هون إشارة موجبة، فنحن حيطلع معنا الجواب سالب. والثلاثة ضرب 8 سالب 24. وبس، هاد كان فيديو اليوم. إذا استفدتوا لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. إن شاء الله برجع بشوفكم كلكم بالدرس الخامس. مع السلامة.